السلام عليكم متتبعين ديالي الاوفياء، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ تنتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله يا ربي. كما تتشوفوا اليوم بغا نقدم معكم واحد بغرير ساهل ماهل دغيا تيوجد، ما فيه حتى شي حاجه اللي صعيبه ولا شي حاجه اللي غادي تعذبكم. الضياف الغفله جاكم شي حد على غفله دغيا غيوجد في ربع ساعه، والاهم انه ساهل. كما تتشوفوا هنا عندي في المكونات 3 ديال الكيسان ديال الفينو، هما باش غنصاوبوا هذا البغرير هذا. يقدر تبان لكم الكميه قليله ولكن هي غادي دير ليا تبصيل عامر ديال البغرير. 3 ديال الكيسان ديال الفينو كاينين في اي دار، وجدي بهم التبصيل ديال الكوتي ولا الضياف الا جاو هكا على غفله وما عندك ما تحطي دغيا تيوجد. بغيت نقول لكم المقادير ولكن انا قدامي المقادير. هما 3 ديال الكيسان ديال الفينو مع شويه ديال الملح، شويه ديال السنيده، شويه ديال الخميره ديال العجين على حسب الجو. بحال دابا سخون الحال راني دايره معلقه صغيره، الا كان الجو بارد بزاف راكم تقويو شويه هاد الخميره، غتزيدوا عليها واحد شويه. انا عطيتكم المكونات ديال 3 د الكيسان، نتوما بغيتو ديروا 4 د الكيسان ديال الفينو بغيتو ديروا 5، انا غير غنوريكم الطريقه باش غادي تخدموا، وانتوما العدد ديال الكيسان اللي بغيتو ديروه. دابا انا عطيتكم ديال 3 د الكيسان، يعني راه غيعطيكم كميه مزيانه تبصيل عامر. عندي ثاني هنا خميره ديال خميره كيماويه اولا الخميره الحمراء بيكين باودر. هادو هما المكونات فقط. الطريقه كيفاش غادي نخدموا هاد البغرير هذا، كل 3 الكيسان ديال الفينو غادي نديروا فيهم 4 ديال الكيسان ديال الماء. درتو 4 الكيسان ديال الفينو ديروا 5 ديال الماء، نفس الكاس باش عبروا به الفينو، عبروا به الماء. درتو 5 الكيسان ديال الفينو ديروا 6 ديال الماء. المهم هي على حساب الطحانه ديالكم شحال غادي تهز. انا عندي هذه تتهز حتى 4 ديال الكيسان ديال الفينو مع الماء ديالهم، يعني غادي ندير الا درت هذه الكميه قليله، انا درت لكم غير كميه قليله باش تشوفوا شحال غادي تعطي. تبارك الله تعطي تبصيل عامر تاكلوا ويشيط الخير. المهم انا دايره هنا 3 د الكيسان غندير 4 ديال الماء. غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش. بسم الله. انا غناخذ الماكينه غندير فيها دوك 3 ديال الكيسان. بسم الله هكا غندير فيها واحد الخماره. غديروا كل شيء في مره، ما غاديش تبقاو لا غير طحن لا زيد هذه وحده بوحده، كل شيء ديروه في مره صافي. هانتوما دابا غادي ندير الماء نفس الكاس باش عبرت، نفس الكاس باش عبرت هو باش غادي نعبر الماء. غنحيد هادو ونرجع معاكم. هانتوما بسم الله. بالنسبه للماء اللي غادي ندير ما غاديش يكون سخون، حيت الا درتو الماء سخون في هذا بغرير غادي يولي لكم هاد الدقيق بحال الخيط. السبب علاش تيولي بغرير بحال الخيط الا طحنتوه هو الماء سخون. شحال درت دابا من كاس؟ درت 2. ها هو الثالث، ها هو الرابع. صافي ساهل، ما غنتمحن فيه ما حتى حاجه. دابا غناخذ هذا الكاس هذا ديال الطحانه وغادي نطحنو ونرجع معكم. من بعد ما خلطت هذا الخليط هذا نتوما كتشوفوا كيفاش جا، راه هو غادي للجاري ماشي غادي للقاص. ها هو كيفاش داير، شفتوا؟ صافي هكا غادي نبدا نطيب مباشره وغتشوفوا معايا.
هنا كما تتشوفوا هاني رجعت معكم بعد ما ساليت بغرير ديالي. هانتوما تتشوفوا تبارك الله ما شاء الله ب3 ديال الكيسان ديال الفينو درنا تبصيل عامر. تقريبا هنا عندي 22 حبه من هذا بغرير الصغير. وشوفوا كي تيجي راه تيجي خفيف. ديما النصيحه اللي كانت قالت لي الوالده ديالي هي ان بغرير الا كان ثقيل راه ما صدقش واخا مخرج، يعني خاصو يكون مخرج. والنصيحه الثانيه هو يكون خفيف. باش يكون خفيف خاصك تخفف ليه العجين وتجي مزيانه حتى في الطياب. بالنسبه لحاجه اخرى، الا شاط لكم بغرير راكم تتجمعوا في واحد البلاستيكه وكديروا في الثلاجه غير لتحت، ما كاين لاش ديروا في المجمد. ملي تبغيو تجبدوه غديروا في مقله الغليظه، ستفوا وحده حدا وحده وخليوه غير يطلع معاه داك الصهد وطفيو عليه راه تيرجع بحال يلاه طيبتوه. ما تخليوهش يتحمر من طبيعه الحال، غير يطلع فيه داك الصهد ديال المقله صافي. هذا ما كان. جربوه راه غادي يجي زوين وهائل واكيد غادي يعجبكم. و3 ديال الكيسان ديال الفينو ها نتوما تتشوفوا تبارك الله جا من داكشي الرفيع. جربوه راه غادي يعجبكم. وشكرا لكم على المتابعه. نتمنى ان شاء الله تعاونوني بلي لايك ديالكم او بابوني. وشكرا بارك الله عليكم.